السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن 4 مشاكل أو 4 اهتمامات أو 4 حاجات هنمر بيها الفترة اللي جاية. كان لازم أطلع أقولها لك في فيديو، كان لازم أطلع إن أنا أسردها لك في فيديو وأقول لك كل الأخبار بالتفاصيل. بس في البداية حابب إن أنا أعتذر عن عدم ظهوري لمدة يومين متتاليين بسبب إن أنا كان عندي برد، ولسه صوتها هتلاقيه واضح. حتى لو رجعت آخر فيديو أنا نزلته هتلاقيني كنت باتكلم وانا مش قادر وانا مكشر، كنت بقى تعبان وزهقان، بس كان لازم ان انا اعمل الفيديو بسبب المهازل اللي كنا بنشوفها من النادي الاهلي، واللي قد ايه النادي الاهلي بقى بيصعبها علينا، ومدرب النادي الاهلي بقى بيصعبها علينا، واداره النادي الاهلي بقى بتصعبها علينا. فكان لازم حتما ان انا لازم اعمل الفيديو اللي انا نزلته بتاع الماتش اللي فات، بتاع ماتش الاهلي وشبيبه القبائل. ولو انت ما اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه عشان هيفوتك كلام كتير، وكلام من القلب طالع من مشجع اهلاوي صميم. في الفيديو اللي فات هيجي واحد دلوقتي يقول لي يعني انت مشجع اهلاوي بتطلع تتكلم عن الكوره في العموم، هقول لك يا صديقي انا مشجع اهلاوي بتكلم عن الاهلي كمشجع اهلاوي، مع باقي الانديه او مع اي فريق تاني او اي خبر تاني بتكلم معاك كمحايد، بتكلم معاك من قلبي كناقل للخبر، مش ان انا بتكلم ده اهلي او ده حصل للاهلي او ان الاهلي هيتاثر باي حاجه. نو، مفيش الكلام ده معايا. وبسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نبدا اي حاجه انزل اتاكد ان انت عامل اللايك وان انت عامل اشتراك. عايزين نوصل القناه لحد 300 مشترك، احنا الحمد لله رجاله وقدرنا نوصلها لحد 200 مشترك. عايزين نخش على المرحله اللي بعدها ان احنا نوصلها 300 مشترك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك. احنا بيتفرج علينا فوق ال 600 واحد كل فيديو على الاقل، محدش منهم بيعمل لايكات، فعايزين نعمل حمله ان احنا نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، وبعد كده ان احنا اي فيديو ننزله ان هو يجيب 100 لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا النهارده 4 اخبار، نبدا باول خبر معاهم، وده الخبر اللي انا شايفه هو الضجه بتاعه الفيديو بتاع النهارده، وهو الكلام اللي بيتقال عن إلغاء الدوري المصري للموسم الحالي. عارف يعني ايه يا عزيزي المشاهد فكرة إلغاء الدوري المصري؟ بلاش دي. عارف يعني ايه مقولة إلغاء الدوري المصري؟ بلاش دي. عارف يعني ايه يتسرب كلام من جوه اتحاد الكورة او الرابطة ان هم بيفكروا في إلغاء الدوري المصري؟ هيجي واحد يقول لي يعني انت بتصدق الاعلام ان هو طالع يقول كده؟ طب ما هو الناس طلعوا ايه كذبوا ان هم بيقولوا ان مفيش اي حاجه من الكلام ده. هقول لك لا، هقول لك انا متاكد مليار الميه من الكلام. لان احنا اتعودنا في الكوره ان احنا ايه، قبل ما نعمل الحاجه احنا نطلع نهت، نطلع نسرب معلومه، نشوف رد فعل الناس ايه. الناس هاجت يبقى احنا ما قلناش حاجه، الناس قالت ماشي والناس رحبت بالموضوع يبقى احنا 100 100، ونطلع نعلن عن الموضوع ده. ودي السياسه اللي الناس كلها خدتها من النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده علشان يعمل اي موضوع بيطلع يسرب للاعلام، او بيخلي شوبير يطلع يقول في التلفزيون ان الاهلي بيفكر يعمل كذا، او ان الاهلي عاوز يعمل كذا، او ان هو مقترح ان هو عاوز يعمل كذا. فالاداره بتشوف بقى هل الناس مشجعه الموضوع، لو مشجعه بيدوسوا فيه، طب لو مش مشجعينه ولا كانهم يقولوا حاجه، وهيطلعوا ينفوا ان ايه، ان ده اللي بيحصل او ان ده اللي هم عايزين يعملوه. خدها مني قاعده، دايما اي حاجه تطلع في الاعلام بخصوص الكوره اعرف ان هي متسربه من جوه عشان يشوفوا الاعلام ويشوفوا الناس ورأي الناس في الشارع ايه. النهارده الصحفي محمود عبد الباسط او احمد عبد الباسط، مش متذكر اسمه الاولاني بس هو حاجه عبد الباسط، طلع امبارح مع الكابتن القدير ابراهيم فايق يقول لك ان اتحاد الكوره واتحاد الرابطه بيدرسوا ان هم يلغوا الدوري. طب يلغوا الدوري ليه؟ يعني احنا عايزين نعرف هم عايزين يلغوا الدوري ليه. قالوا ان هم عايزين يلغوه عشان خاطر ان الاهلي والمصري والزمالك وبيراميدز عندهم ضغط ماتشات، عندهم ضغط ماتشات، ولما هيخشوا افريقيا في المستويات الجايه هيتضغطوا، مش هيبقوا عارفين يلعبوا دوري ولا هيلعبوا افريقيا ولا هيلعبوا ايه. فعلشان كده هم بيفكروا ان هم عايزين يلغوا الدوري. طيب ده الكلام اللي اتقال. طب الكلام اللي ما اتقالش او الكلام اللي كان في الباطن، ان الاعمى هيقول لك ان هم بيفكروا ان هم يلغوا الدوري عشان الاسماعيلي التاني الموسم التاني على التوالي عايزين يقعوا في نفس الكارثه تاني ويلغوا الدوري علشان الاسماعيلي تاني. والادهى من كده ان هم هيلغوا الدوري، مفيش هبوط، وهيطلعوا لك 3 فرق من دور المحترفين يلعبوا معانا في الدور المصري تاني. يعني احنا السنه اللي فاتت كنا 18 فريق، لغيناه عشان الاسماعيلي يا عيني هيهبط وده ما ينفعش. فقلنا ان احنا ما ينفعش، وده فريق جماهيري وفريق الدولة والكلام ده كله وحكومي، والناس هتيجي علينا والإدارة هتيجي علينا والمحافظة هتيجي علينا والكلام ده كله. عملنا ايه يا جدعان؟ ان احنا خلاص احنا ماشي هنكمل الدوري،
بس هنلغي لكم الهبوط. النادي الاهلي راح قال لهم انا ما عنديش مشكله، انا بطل الدوري ما عنديش مشكله، فبالتالي لغوا الهبوط السنه اللي فاتت وطلعوا لك 3 فرق بقينا 21 فريق. رجعوا السنه دي تاني بيسربوا مقترح ان هم عايزين يلغوا الدوري ويصعدوا 3 فرق كمان، يبقى 24 فريق. هل في دوري في العالم بيتقال ان هو بيلعب ب 24 فريق؟ عارف يعني ايه الدور الاول بس 23 ماتش لكل نادي؟ الدور التاني لما يخلص هيبقى كل نادي لعب 46 ماتش. في انهي دوري، في انهي عالم، في انهي كوره، في انهي قاره بيحصل اللي بيحصل في الدوري المصري من السبهلله والضحك على الدقون والعك اللي بيحصل ده؟ يعني مين اللعيب اللي هيقدر يأدي 46 ماتش في الموسم ده؟ انا بتكلم لو فريق ان هو، يعني انا بتكلم لو الفريق ده ما بيلعبش افريقيا، ما بيلعبش كاس رابطه، ما بيلعبش كاس مصر، ما بيلعبش سوبر مصري، ما بيلعبش اي حاجه تانية، ما بيلعبش بقى كونفدراليه زي الاهلي، ما بيلعبش كاس العالم انديه، ما بيلعبش كاس ال3 قارات، الكلام ده كله، فانت بتتكلم دوري بس 46 ماتش. المقترح التاني اللي بيقول لك هنعمل 24 فريق على مجموعتين 12 و12. احنا بنرجع لقدام ولا بنطلع لورا يا جدعان؟ ما الموضوع ده كان موجود زمان وقلنا ماشي، وبعد كده اتلغى وبقى 18 فريق، وبعد كده 19، وبعد كده 17، واستقرينا على 18 فريق. ليه بترجعونا تاني لايام زمان؟ يعني هو يعني يعني احنا عايزين نتقدم ولا احنا بنرجع لورا من الاساس؟ يعني احنا ككوره في مصر بتفكروا ان انتوا عايزين تقدموا ولا بتفكروا ان انتوا عايزين ترجعوا لورا؟ هيجي واحد يقول لي ما هو بيفكروا ان هم عايزين يتقدموا، جميل، وعلشان كده حاطين لك خطه تجديد الثقه ولا خطه تعمير كوره في مصر سنه 2038. ابني بقى هيطلع يكمل بقى المسيره من بعد، هياخد الفيديوهات من بعده ويكمل بقى. يعني يعني مش كفايه ان احنا استحملنا ان انتوا طالعين تقولوا ان احنا هنبدا ان احنا نعمل تطوير للكوره سنه 2038، او الكوره سنه 2038 هتبقى ازدهار وهتبقى. يعني انت بتتكلم من النهارده 12 سنه هنقعد نستناها علشان الكوره في مصر تبقى ما شاء الله على الكوره في مصر. ما اتكلمناش في ده كله، انما انت عاوز تعمل لنا الدوري 24 فريق؟ يا قادر 24 فريق. يعني انا اهلاوي وممكن اقول لك الاهلي وحش والغي لنا الدوري وخد بقى الاربعه اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت في افريقيا، اهلي وبيراميدز دوري ابطال، ومصر والزمالك كونفدراليه، هبقى مبسوط لان انا شاكك ان الاهلي مش هيخش دوري ابطال السنه دي، فانا هبقى مبسوط بقول لك كده. بس انا بقول لك لا، الاهلي يتحمل نتيجه العك اللي هو بيعمله، الاهلي يتحمل نتيجه القرف اللي هو بيقدمه في الملعب. انما تلغي لي دوري وتخلوا له 24 فريق، ده عند امك خالص، مفيش، ما ينفعش. فما ينفعش باي شكل من الاشكال، ويعني مش تسرب بقى ان عاوز ذكر من جوه اتحاد الكوره يطلع يقول للاعلام ان احنا بنفكر نلغي الدوري. شوف كميه الشتايم والهيجان اللي هتشوفه في الساحه الكرويه عليكم من قرار ساذج زي ده علشان نادي زي الاسماعيلي لحقتوه السنه اللي فاتت، وبرضه السنه دي اوسخ من السنه اللي فاتت. يعني هو الاسماعيلي مفيش حد قادر يخش يساعده، دي مش مشكلتي ولا مشكله كل الانديه. عارف لو انت بتفكر ان انت بدل ما تلغي الدوري او تزود ال3 فرق وتخليهم 24 فرقه، تقول لي لا انا هقلل اللعيبه، سوري، هقلل الانديه في الدوري، انا اقول لك ماشي، ودي هتفيد المنتخب. لما بدل ما بنلعب 21 فريق او السنه اللي قبلها 18 فريق، ان احنا نخليهم 12. وقت صغير، انت بتتكلم 12 فريق يعني 11 ماتش ذهاب و11 ماتش عوده وشقلب الدنيا. هتلاقي انديه بتنافس، هتلاقي الكل بينافس. انما انت حاطط لي 21 فريق وقلنا ماشي، والسنه دي هيبقى 4 وهنرجع تاني ل17 والدنيا تبقى جميله ويقعدوا يظبطوها وماشي. انما انت عاوز تقول لي هنلغي الدوري ونطلع لك 3 فرق كمان ونبقى 23 ذهاب و23 عوده والبس، هقول لك يلا بس مع السلامه، ده عندهم الكلام ده. ففكره الغاء الدوري للدوري المصري الحالي او للموسم الحالي فهي كارثه كبيره هتودينا لمشاكل وعواقب احنا مش هنعرف ان احنا نرجع لها تاني، او ان احنا هنقول عايزين لها حل. خلاص انت عامله زي دايره، انت لو حطيت نفسك فيها ابقى تف على دقني او شنبي او في وشي او على قبري لو عرفنا ان احنا نرجع للمشاكل اللي احنا كنا مش عارفين نحلها دلوقتي. يعني احنا عندنا مشاكل مش عارفين نحلها، دخلت بمشاكل تانية مش هنعرف نحل القديم
ولا نحل الجديد، ولا هتعرف ان انت ترجع للقديم تاني. فموضوع الغاء الدوري ده مستبعد ومش مستباح، ومش اي فريق هيوافق عليه. ويا ريت كل الناس اللي في اتحاد الكوره او في الرابطه يفكهم من الموضوع ده. الاسماعيلي فاشل، يهبط ويشيل شيلته. ترسانة والمنصورة وطنطا والشلة دي كلها مش احسن من المصري؟ كلها اندية جماهيرية، كلها اندية بتاعت محافظات. المصري يهبط لما يحل مشاكله يطلع تاني. وهديكم مثال بسيط في الدوري السعودي لما الاهلي السعودي هبط، لا قال لك هنلغي دوري، ولا مش عارف مين، ولا هنلغي الهبوط، ولا الكلام ده كله، مع ان الاهلي السعودي هناك ده رقم عالي، في لعيبه بمليارات، لعيبه بفلوس، ولا اي حاجه، وجمهور وشعبيه كبير، ولا اي حاجه. هبط، خلص دنيته، طلع الموسم اللي بعده يا باشا ما شاء الله خد دوري ابطال اسيا على طول. فانت لو اتعلمتنا من اللي بره هنستفاد كلنا والله. فموضوع الغاء الدوري مش هينفع، ولا هنسمح بيه لاي حد ان هو يفتح المجال او يتكلم في الموضوع ده. نيجي بقى للموضوع التاني. فاكر يا عزيزي ان انا قلت لك زمان ان اليو ديانج بيحاولوا يجددوا معاه مش عارفين، وبعد كده جالي عرض من اوروبا من فالنسا وقال لهم انا مش مكمل معاكم وهروح نهايه الموسم للفريق ده، او ان فالنسا كانت عرض عليهم 500 الف دولار وقالوا لك لا احنا محتاجينه؟ فاكر طبعا. فاكر ان الاهلي طلع احمد رضا اعاره للبنك الاهلي بصفقه عمرو الجزار، الصفقه الفاشله، الصفقه اللي فيها سمساره بالهبل؟ فاكر طبعا. فاكر يا صديقي ان نص ملعب النادي الاهلي ما فيهوش حد؟ انت ما عندكش حاليا غير مروان عطيه واليو ديانج. اليو ديانج ماشي، ومشيت احمد رضا سنه ونص، انت ما فاضلكش غير مروان عطيه والناشئ الواعد المقرف احمد نبيل كوكا اللي هو بيلعب حاليا باك شمال. فانت هتضطر ان انت تطلعه. وعلى فكره احمد نبيل كوكا احنا جايين له في الفقره الاخيره، اوعى ان انت ما تنساهاش، او اوعى ان انت تسيب الفيديو عشان تسمعه الاخر خالص، علشان هتفيدك جدا كلامي عليه في الاخر. وما تنساش ان انت عامل لايك ومفعل زر الجرس وتعمل الاشتراك وتفعل زر الجرس تاني علشان يوصلك كل جديد وتستنى كل اخبارنا اول باول. فاكر يا صديقي كل الكلام ده؟ طبعا فاكر وعارف، وانت طالما اهلاوي فانت عارف كل المشاكل اللي بتمر بالنادي الاهلي. طيب حاليا النادي الاهلي كان عنده لاعب اسمه كباكا، اللاعب ده بيلعب في خط النص، وكان الاهلي طلعه اعاره لنادي في الدوري المصري. اللاعب ده الاهلي لما لقى نفسه لبس وما عندوش لعيبه في خط النص، وبعد ما طلع احمد رضا للبنك الاهلي سنه ونص، قال لك انا عايز ارجع كباكا علشان خاطر ان هو يشيل لي تاني خط النص. وعلى فكره كباكا ده نجم في فريقه اللي في الدوري المصري، نجم في الدوري المصري في الفريق اللي هو بيلعبه، وشال خط النص الفريق كويس جدا. فالاهلي قال لك ايه، احنا نفكر ان احنا نقطع عرضه ونرجعه. طبيعي يا باشا، لعيب انا عامل له اعاره عايز ارجعه في اي وقت. لو اعاره ببنود معينه، في على فكره في اعارات علشان تقطعها انت بتدفع للفريق التاني فلوس مقابل ان انت قطعت الاعاره بتاعت اللاعب اللي انت موديهوله. وفي مره تانية ان انت ممكن تروح تقطع الاعاره من غير اي حاجه. طيب احنا مشكلتنا لا في قطعان الاعاره، ولا مشكلتنا في النادي بتاعه موافق، ولا مشكلتنا في ان هو هيدفع فيه فلوس ولا لا. احنا مشكلتنا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ان انت اللاعب بتاعك كباكا قال لك لا، قال لك لا يا حبيبي انا مش جاي، قال لك انا مش هاجي. يعني انتوا عايزيني انا مش هاجي، انا مش عايز اجي. طب يا ليه يا سيدي واحد الله بس ما تيجي. ده النادي الاهلي قال لك لا. وعلى فكره اقسم بالله عجبتني دماغه، والله عجبتني دماغه. هو الراجل شاف كل الصفقات ما شاء الله اللي بتيجي النادي الاهلي بقالها سنين مرميه على الدكه وما بتلعبش، والموسم اللي بعده يطلع اعاره. فقال لك انا نجم في فريقي هسيب فريقي واجي اقعد على الدكه وما العبش علشان خاطر الموسم اللي بعده ارجع تاني ابدا من اول وجديد. طب ما انا ابقى نجم واتشاف في المنتخب واحنا داخلين على كاس العالم. هو فكرها صح، هو فكرها صح. قال لك يا باشا انا نجم في فريقي، انا دلوقتي هروح العب معاك في الدوري المصري او انا هلعب معاك في الاهلي؟ لا، هلعب على مروان عطيه ولا ديانج ولا احمد نبيل كوكا؟ مشى ديانج، هتلعبني على احمد نبيل كوكا؟ ده احمد نبيل كوكا الفتى المدلل للمدرب. فانت هتجيبني نجم من فريق تقعدنا على الدكه او تخرجني مره القايمه؟ فالله الغني عن الفكره بتاعتك. وقال لهم انا مش عايز ارجع. اه والله يعني انا زي ما بقول لك كده، هو قال لهم انا مش عايز ارجع. الله الغني عن رجوعكم ليكوا، وان انا مش عايز العب في الاهلي. انا يا باشا نجم في فريقي، ولما اخلص مدتي هرجع لكم تاني باشا. عايزين تلعبوني، عايزين تطلعوني اعاره، بس انا اقضي مدتي قبل دخول كاس العالم علشان على الاقل انا نجم في فريقي. ممكن حسام حسن يشوفني اروح الكلام ده كله، انما انا لو جيت عندكم مش هخش القايمه، ولو دخلت القايمه مش هلعب. وعندك ابسط مثال بالعمري اللي احنا ما شفناهوش لحد النهارده، وده اللي انا هتكلم فيه الفقره اللي بعد كده. فما تنساش ان انت تنزل تعمل لايك عشان تكمل معايا.
عندك هادي رياض، عندك عمرو الجزار، كل دي صفقات على شو. انت عارف يعني إيه الاهلي في خلال 12 شهر جايب 5 مدافعين؟ في نادي في العالم يجيب 5 مدافعين في 12 شهر وما لعبوش؟ يعني مصطفى العش ومشي، ياسين منعي وبيلعب ماتش او ماتش لا، احمد رمضان بيكهام ماتش او ماتش لا، عمرو الجزار طبعا مش هيلعب، هادي رياض ومش هيلعب، كلهم كانوا نجوم فرقهم وسابوا واختاروا النادي الاهلي. ماشي يا باشا، انت بتحب النادي الاهلي، على عيني وعلى راسي، بس انا هتلاعبني؟ يعني انت دلوقتي لما تحب ان انت تروح فريق زي الاهلي او الزمالك، فكر في ان انت تلعب، فكر في ان انت تلعب، وخد عقده الفخوري مثل. عقده الفخوري قال لهم انتوا هتجيبوني مش هتلعبوني، هلعب على مين؟ بن شرقي؟ هلعب على زيزو؟ هلعب على تريزيجيه؟ هلعب على حسين الشحات؟ هلعب على طاهر؟ كل ده لا، فانا هاجي اعمل ايه؟ فانا يا باشا انا هروح بيراميدز، يمكن العب هناك ويمكن ايه اقدم معاهم، وشفناه في اول ماتش لعبه جاب جون ما شاء الله، جون طلقه. فكباكا رفض النادي الاهلي عموما، قال لهم يا باشا انا مش هاجي، انا لما هاجي هلعب لا، انا لما هاجي اخش القايمه في الغالب لا، فانا ليه؟ انا نجم في فريقي، خليني في فريقي، وبعد كده لما الاعاره تخلص هرجع واعملوا فيا اللي انتوا عايزينه، عايزين تلعبوني، عايزين تمشوني، انتوا حرين، عايزين تبيعوني بيع مباشر للفريق اللي أنا بلعب فيه، انا موافق على اي حاجه وما عنديش مشكله لاي حاجه. نيجي لتالت خبر معانا وهو يوسف بالعمري، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، دخل القايمه بتاعت ماتش بكره او ماتش النهارده. لو الفيديو نزل بعد الساعه 12، وفي الغالب الفيديو هينزل بعد الساعه 12، فهيبقى ماتش النهارده او ماتش يوم الاربع اللي هو هيبقى 12 تقريبا، هيبقى 12، ماليش دعوه بالتاريخ الميلادي. الماتش اللي الاهلي هيلعبه مع الاسماعيلي الحمد لله دخل القايمه خلاص، هو كده خلاص، شكرا، خلاص، هي الفكره كلها انه دخل القايمه بس، هي دي الهيصه اللي احنا عاملينها، ان الحمد لله صفقه جديده، صفقه من اللي الناس كانت طالباها دخلت القايمه. بس انت شفت احنا وصلنا لايه؟ يعني جمهور الاهلي وصل لحد فين؟ ان احنا بنحتفل وان احنا فرحانين ان في لعيب جديد احنا كنا عايزينه دخل القايمه بتاعه ماتش بكره. بس طب هيلعب يا رب؟ يعني بص الكلام اللي بيتقال، يعني خلينا نتكلم فني، الكلام اللي بيتقال ان كوكا هيخش نص الملعب ويوسف بالعمري هيقف مكانه. طب لو ما هقفش مكانه ومش عايز يلعب الراجل، قال لك هو ممكن يوظفه في نص الملعب او يلعبه جناح قدام. يا باشا ان شاء الله يلعبه حارس مرمى، بس يقف يجي يلعب، نشوف في الملعب، نشوف له خطواته، نحسب له الدنيا، ما احنا عايزين نعرف بيعرف يلعب ما بيعرفش، هيأدي مش هيأدي، فاحنا عايزين نشوف كل ده في الملعب. انا هحكم عليه ازاي وانا ما اعرفش؟ يعني المدير الفني بيطلع يقول ان هو ناقص جهد، ان هو ما بيلعبش من شهر 11، ان هو كل ده انا موافق عليه يا باشا وما عنديش اي مشكله، بس انا عايز اشوف في الملعب. يا باشا اديله 3 4 ماتشات، كل ماتش 5 دقايق 6 دقايق 10 دقايق اشوف في الملعب. ما يمكن الراجل كويس بس انت اللي ظالمه، يمكن الراجل انت شايف ان هو بقاله كتير ما بيلعبش، بس لما ينزل ياكل النجيله وجعان كوره، لكن انت بتحكم عليه بناء على ايه؟ في التمرين؟ يا باشا عمرها ما كانت في الدنيا التمرين زي الملعب. ممكن يبقى في التمرين مدغدغ الدنيا وتقول الله ده جامد. طب ما احنا الماتش اللي فات بتاع شويه القبائل سمعنا ان كان مش مهاجم النادي الاهلي الجديد مكسر الدنيا في التمرين وما لعبش اساسي ونزل اخر 10 دقايق برضه، وما لعبت مروان عثمان، فهي ما تتحسبش بالتمرين وانت شخصيا ما بتحسبهاش بالتمرين. فلما تطلعه بره القايمه من اول ما جه وتقول له اصل هو ما بيلعبش، اصل هو مش عارف ايه، فانا كجمهور اهلي او انا كمشجع اهلاوي انا ما يلزمنيش الكلام ده كله يا باشا. انا اشوفه بارض الواقع، اشوفه في الملعب، اشوفه في المستطيل الاخضر، اقدر احكم عليه واقول لك حلو ولا وحش. ما احنا شفنا كام مش هو ما شاء الله ما بيعرفش اساسيات كوره ولبسناه، الله اعلم يمكن يطلع زي فلافي في الاخر يقلب. شفنا مروان عثمان ما شاء الله موهوب، بس اللعيبه ما بتدلوش كوره. فاحنا عايزين نشوف على ارض الواقع، الصفقات الجديده عايزين نشوفها على ارض الواقع. فالحمد لله يوسف بالعمري دخل القائمه بتاعت ماتش الاسماعيلي بكره او النهارده زي ما بتشوف الفيديو في الوقت اللي انت بتتفرج عليه، واتمنى ان هو يلعب. وفي كلام بيتقال ان هو هيريح كوكا او كوكا هيتنقل لنص الملعب يلعب جنب مروان عطيه، ويوسف بالعمري هيتوظف في الباك الشمال مكان احمد نبيل كوكا، ولو ما توظفش في الباك الشمال ممكن الراجل يخترع له مكان. وده الكلام اللي بيتقال من جوه النادي الاهلي، كالعاده التصريحات كلها شغاله من جوه النادي الاهلي، ان الراجل ممكن يوظفه في جناح او يشوف له وظيفه في نص الملعب علشان يأديه في المكان ده، عشان هو شايف ان هو ممكن يأدي في المكان ده احسن من المكان التاني. وخري يا يسر وزي ما انت عاوز، واهبط زي ما انت عاوز، انا مش فارق معايا، الاهلي بيكسب انت زي الفل، الاهلي بيخسر هتاخد فوق دماغك. فيوسف بالعامل الحمد لله في القايمه،
والحمد لله احنا فرحانين. واخر خبر معانا، بس قبل ما اقوله انزل اعمل لايك يا عم. يا عم اللايك مش هياخد منك ثانيه يا صديقي، اللايك مش هياخد منك ثانيه، بس هيفرق معايا اقسم بالله. وطبعا لو انت وصلت للدقيقه دي فانا سعيد بوجودك معايا اقسم بالله، وانا بحبك قوي قوي قوي. وقد ايه انت واحد من العيله، وقد ايه انت واحد شجاع ان انت قاعد تسمعني لحد الاخر. انا بحبك جدا 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 والله. فاللايك اللي انت هتعمله مش هياخد منك ثانيه، بس هيفرق معايا انا يا صديقي. وطالما انت وصلت معايا لحد الاخر فانت عاجبك الكلام بتاعي وعاجبك الطريقه، فانزل اعمل لايك. وعايزين نوصل القناه 300 مشترك. احنا خلاص الحمد لله 200 اهو، عايزين نوصلها بقى 300، نرفع بالليفل شويه. تخش على اخر خبر معانا وهو احمد نبيل كوكو. على فكره الخبر ده قريب، الخبر اللي بتكلم فيه من ثانيتين ثلاثه يعني. وهو ان احمد نبيل كوكا اتنقل لخط النص اللي اساسا مركزه. يعني احمد نبيل كوكا اساسا مركزه. هتيجي تقول لي يعني ده كله يا احمد او يا ابو حميد او يا احمد حامد او يا ابن حامد او اي حاجه كان بيلعب مش في مركزه؟ هقول لك اه والله. يعني احنا كل ده بنشتمه وهو مش في مركزه؟ هقول لك اه والله، بس ما تستعجلش. هو احمد نبيل كوكا في مركزه او غير مركزه هو ما بيلعبش. اي مركز فيهم وهو ما بيأديش، فانت ما تتفخرش قوي ان الحمد لله اللاعب رجع مركزه وهيأدي لك. لا، هو اصلا في الاساس ما كانش بيلعب حلو في خط النص ولا بيلعب حلو في باك شمال. فالحمد لله يعني ان هو على الاقل يلعب مركزه، او على الاقل ان هو هيريح من باك ليفت او باك شمال، وهيطلع خط النص عندك عتاوله ممكن يريح بقى على الدكه، يريح شويه بقى، الراجل ياخد نفسه ويريح. ونشوف يوسف بالعمري في الباك الشمال او الباك ليفت عشان يتفرج عليه. فاحمد نبيل كوكا نور خط النص كالعاده من تاني، ويا رب يفضل منور فيه على طول، وما نشوفهوش كجمهور اهلي او مشجع اهلاوي في الباك ليفت من تاني. كفايه عليه قوي كده والله، والله كفايه عليه جدا، كفايه عليه جدا 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 علشان الواحد يتخنق. الواحد يتخنق يعني، الواحد مش حامل ان هو يشوف كوكا وطاهر ومحمد شريف ومين تاني، مين تاني ومحمد الشناوي اللي هيقرفنا بكره بالحراسه. ومتاكد متاكد ان الاسماعيلي اللي بقاله اكتر من 16 ماتش بيجيب جون كل فين وفين، محمد الشناوي هيديهم جون على طبق من ذهب، وانا متاكد من دي. ومفيش كلين شيت بكره. هو محمد الشناوي مفيش كلين شيت، محمد الشناوي مفيش كلين شيت، محمد الشناوي مفيش مد ايد، محمد الشناوي كده. فهي ربنا يستر محمد الشناوي بكره. بس ما نطلعش من الموضوع بتاعنا، وان كوكا الحمد لله رجع خط النص ومش هنشوفه تاني في الدفاع ورا. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله طلبناها ونلناها. فان شاء الله ماتش بكره بتاع الاهلي مع الاسماعيلي هيظهر فيه تغييرات في التشكيله كتير جدا. تغييرات ممكن توصل لثلاث اربع لعيبه على الاقل. كوكا، بالعمري، كموش ممكن يبدا، محمد الشناوي كالعاده بيلعب في الدوري ما بيلعبش في افريقيا. فاتمنى الفوز للنادي الاهلي بكره، واتمنى كمان ان الماتش يطلع بتاريخ كويس وجوده كويسه ولعبه كويسه. وعلى الاقل يعني اشوف، يعني انا اهلاوي، وعلى الاقل لو هم مش هنكسب بس استمتع بالاداء. العب حلو يعني، العب حلو، العب حلو. يا رب يا رب يا رب الاهلي بكره يلعب حلو، ونتمنى الفوز والتوفيق للنادي الاهلي بكره. ويا رب الاسماعيلي برضو بعد ماتش الاهلي اتمنى له الفوز والتوفيق في كل ماتشاته ان شاء الله. واشوف وشكم بخير، واستنوني بكره في حلقه ناريه بعد الماتش الاسماعيلي ان شاء الله. يا رب نكون كسبانين ونطلع نفرح كلنا مع بعض سوا. توقعاتي للماتش بكره ان هو هيخلص 2-0 ان شاء الله، وكموش هيجيب جول. اشوف وشكم بخير، سلام عليكم.